نيو جيت دي بقى لعبة واقع افتراضي بتستخدم تقنيات متطورة جدا. لما بتدخل اللعبة دي بتختار انت عاوز تلعب دور ايه، سواء بقى وحش او الف او بشري او لورد. بص حرفيا كل اللي قلبك بيحبه. وبعد ما بتختار الشخصية بتاعتك بتقدر تعمل كل اللي انت عاوزه جوه. تلعب بالحب ماشي، تهزم وحوش ماشي، تبقى حداد وتعمل اسلحة اسطورية برضه ماشي. بس الحلو طبعا ما بيكملش للاسف، وده لان في يوم من الايام الناس لما بيجوا يسجلوا خروج من اللعبة دي ما بيلاقوش زر الخروج، وده معناه انهم اتحبسوا في اللعبة. مش بس كده لا، ده كمان اي حد هيموت جوه اللعبة فهو كمان هيموت في الواقع. ولكن في الوقت ده بيجي البطل المنتظر، البطل اللي قدر يهزم اللعبة ويرتقي بالمستويات، واسمه طبعا شين، واللي بيقدر انه يوصل للوحش الاخير. بيبدا هو الوحش معركتهم الشرسة الطويلة، ضربة من ده على ضربة من ده لحد لما شين بيقدر يخلص عليه، وبكده يكون قدر ينهي اللعبة. لما بيبص بقى على قائمة اللاعبين بيلاقي ان اللاعيبة كلهم بيخرجوا من اللعبة. بيقول في نفسه خلاص كده بقى وداعا يا نيو جيت، نشوف بقى حاجة تانية. بس هل انت مفكر ان الموضوع هيخلص بالسهولة ديت يا صديقي؟ لا والله، في بوابة كده بتظهر من وراه وبتبدا انها تدي نور قوي. شين بيستغرب لانه المفروض انه يخلص اللعبة ويخرج منها، ولكن بيغمى عليه. بيصحى بقى بيلاقي نفسه في اوضة واسعة، وبيستغرب تاني لانه كل حاجة حواليه حقيقية وهو مش فاهم حاجة. بيجرب بقى يفتح قائمة اللعبة وبيلاقيها شغالة. بيلاقي بقى ان احصائياته ومهاراته وحتى الالقاب اللي اخدها من الوحش الاخير اتضافت، وقوته زادت 10 اضعاف. فبيقول معنى ان الارقام ديت موجودة ده دليل ان خلصت اللعبة واقدر اخرج. ولكن للاسف مش بيلاقي زر الخروج، وحتى قائمة اللاعبين ما بتكونش شغالة، وبيفضل قاعد يصيح. ولكن بعدها بيهدي نفسه وبيطلع حاجة كده شكل العصفور، والبتاعة ديت آلة حافظاله مكان البيت، وبيبدأ بقى يمشي وراها. بس وهو ماشي بيلاقي ان في سور حوالين المدينة، وبيستغرب جدا لان ما كانش في حاجة زي كده قبل كده. المهم بيكمل لحد لما بيوصل عند البيت، ولكن بيلاقي 3 رجالة واقفين عند بنت وبياخدوها بالغصب. بيطلعوها بره حاجز البيت، واول لما بيطلعوا بيظهر لهم خنزير بري ضخم، وكلهم بيخافوا ويهربوا. ولكن الخنزير ما كانش مهتم بيهم، لا ده كان عاوز البنت بس. لسه هيهجم عليها شين بيجري عليه وبيديله رجل جابته الارض حرفيا. وبعدها الواد بيقول لها انا رجعت البيت. البنت بقى ما بتكونش فاهمه حاجه وبتاخده جوه البيت. بتشكره على انقاذها وبتقول له ان الناس دول كانوا بيسالوا على مكان معلمتها، ولما هي رفضت تقول لهم كانوا عاوزين ياخدوها بالغصب. وبتعرف عن نفسها واسمها تيرا. بتقول بقى لشين انت قلت حاجه عن البيت مش كده؟ معنى كده انك تعرف معلمتي. فالواد بعدها بيسالها عن شكل المعلمه بتاعتها وهي مين اصلا. البنت بتستغرب ان ازاي محدش يكون عارف معلمتها، وبتقول له ان اسمها روز. الواد بيعصر في دماغه لحد لما بيفتكرها، وبيقول لها هي كانت الف كده ولونها ابيض شعرها فضي مش كده؟ البنت تيرا بتساله عرفتها منين؟ الواد رد عليها وقال لها انها زي معرفه قديمه كده، وبيسالها عن مكانها. بس تيرا بترفض تقول له لان معلمتها شخصيه مهمه وناس كتيره بتدور عليها، وغير كده انها لسه عارفاه حالا ومش هينفع يعني تعرفه بحاجه. ولكن انت لو عاوز توصل لها رساله فلازم تدفع 1000 ين. الواد بيطلع عمله كده من جيبه وبيقول لها ما معيش المبلغ اللي انت بتقوليه ده، بس تقدري تاخدي ديت لحد لما اجيب لك باقي المبلغ. البنت بقى بتتصدم لان ديت عمله لتعزيز السحر وسعرها على الاقل 10 مليار ين. بتساله انت مين بالظبط؟ الواد بيستغرب ان العمله ديت تساوي المبلغ ده كله، بس بيقول لها ان هو مغامر من نوع البشر السامي. البنت بتتصدم اكتر وبتقول له ازاي كده؟ البشر الساميين كلهم اختفوا في حادثه غريبه من 500 سنه في عصر الرخاء، انت ازاي لسه عايش لحد دلوقتي؟ والعصر ده اصلا حصلت فيه حاجات تاريخيه غريبه، وهو ان ال5 بشر الساميين اختفوا ومعاهم اشخاص كتيره جدا. فشين بيستنتج انهم كده في المستقبل بعد مرور 500 سنه في اللعبه، بس بيطلب من البنت انها توصل رساله وخلاص وتستخدم العمله لصالحها يعني لانها من الالف. تيرا بتقول له انت ازاي شايف ان الف؟ انا خليت روزا تلقي عليها تعويذه علشان ما حدش يعرف. شين بيسالها عن السبب اللي ممكن يخليها تعمل كده، فبتقول له ان الالف اللي شعرهم ازرق دايما منحوسين وعليهم لعنه ان الوحوش بتهجم عليهم، وده السبب اللي خلى الوحش اللي كان بره يهجم عليا، وحتى ان المعلمه عملت حاجز علشان الوحوش ما تقربش من هنا. فشين بعدها بيسالها وبيقول لها اذا كان شعرها دايما باللون الازرق، فالبنت قالت له لا هو كان فضي ولكن اتحول مع الوقت. فالواد بعدها بيستنتج انها لعنه وبيقول لها ما تقلقيش انا عندي الحل. بيستخدم سحر التطهير بتاعه، ولكن جزء بسيط من شعرها هو اللي لونه بيتغير. بيحس بقى ان في حاجه غلط، بس البنت بتتبسط وبتعيط من الفرحه لانها اخيرا قدرت تشوف شعرها ولو غصله بسيطه بعد 100 سنه. فبيخرجها علشان يتاكدوا بقى ان الوحوش مش هتهجم عليها، وبالفعل مفيش وحوش بتيجي تاني. وبعد كده تيرا بتساله عن اللي هيعمله، قال لها انا رايح القريه استكشفها، فبتديله رساله توصيه علشان يقدر يعدي من الحراس من غير تفتيش. وبالفعل لما بيروح بيعدي قبل الدور كله من غير تفتيش. فبيقرر بقى انه يروح يقدم في نقابه الصيادين. ووقت ما كان مستني دوره السكرتيره بقى بتجيله وبتقول له ان الزعيم عاوز يقابله، ولما بيروح له الزعيم بيساله عن رساله التوصيه دي، فبيطلعها له. الزعيم بيطلع رساله وكمان، والاتنين بينوروا. وبعدها الزعيم بيقول له طالما رسالتك نورت يبقى هي حقيقيه، واسمح لي يا عزيزي المشاهد اقول لك ديت بتعمل ايه. الرساله ديت بقى ممكن تدخلك على معظم الدول من غير تفتيش، ده غير كمان انها ممكن ترتب لك لقاء مع الملك شخصيا. بس الواد بقى بيوعده انه يحافظ على الرساله دي، وبعدها بيروح
بيستلم الكارت بتاعه وبيكون من الرتبه جي اللي هي اضعف رتبه يعني. بياخد مهمه جمع اعشاب وبيروح بعدها على الغابه. بيفضل هناك وقت طويل جدا وما بيعرفش يعمل اي حاجه. بيقول المهمه ديت كانت بتتحط للمناوب زمان بس هي دلوقتي صعبه جدا. بس بعد كده بقى بيلاقي حاجه بتتحرك في الرادار بتاعه وبيروح عليها. بيلاقي هناك وحش اسطوري من الرتبه 359 وبيلاقي عربيه متكسره. فبيفتكر كلام المغامرين عنه وان محدش بينجو من ايده ابدا. ولكن شين بيروح عليه ويواجهه والوحش بالرغم من حجمه الا انه كان سريع في ردة فعله في ضربته. بل وكمان بيكون معاه سيف تصنيفه اسطوري وشكله مش سهل خالص. شين بقى بيحاول يفضل يضربه يمين في شمال ولكن من غير اي فايده. الوحش شكله مش بيموت. ولكن المفاجاه شين بيفك ختم كده كان عليه وبيقرر انه يطلع قوته. ومن اول ضربه الوحش ده بيموت والسيف بتاعه بيطير. شين بقى كان عاوز ياخده بس مش دايما الحال صالحك. فبياخد الحجر الكريم بتاع الوحش وبعدها بيمشي. اما بقى لو بتساله عن السيف فالسيف طار لحد القصر الملكي. ما علينا يعني. في القصر بقى الحراس بيكونوا مصدومين من السيف ده وايه اللي جابه هنا. بس بيقولوا انه الشخص اللي جابه لحد هنا اكيد شخص قوي ولازم يعرفوا هو مين. وبيكون جاك رجع بقى وبيلاقي الناس متلمين حوالين شويه مغامرين كده. فبيسال الحارس عن السبب. الحارس بيقول له ان المغامرين دول يواجهوا الوحش جاك اللي هو الوحش اللي شين هزمه. بيكمل كلامه وبيقول له اللي اتبقى من المغامرين دول هم 4 بس وكانوا مصابين جدا. كمان بيقول له ان في سيف برضه اترمى على القصر الملكي ومحدش عارف هو جه ازاي. شين هنا بقى بيحس انه عمل مصيبه وبيخلع منها على طول وبيرجع للنقابه. بيقابل السكرتيره اللي هناك وبيسالها عن التجمع الكبير اللي في النقابه ده. فبتقول له ان جالنا شويه اخبار ان الوحش جاك حوالين المدينه وعلشان كده ده اجتماع طوارئ لحالات الخطر. بس شين بيقول لها خلاص بقى الغوا الاجتماع ده وكل واحد يروح لحاله. انا هزمت الوحش ده وده الحجر الكريم بتاعه. هو كان كبير وضخم ومعدته عاديه جدا جدا يعني فعشان كده قدرت اهزمه. بيتريق. البنت لما بتسمعه بتتصدم وبتيجي بنت تانية اسمها أليس والسكرتيره بتقول لها على اللي شين قاله. وأليس هي كمان ما بتكونش مصدقه بس بتقول له لو انت بتتكلم بجد فالوحش جاك ده طاقته اكيد هتكون موجوده في الحجر ولازم نتاكد منها. شين بيقول لها تمام والسكرتيره بتاخده وبتفحصه. واثناء ما كانت بتفحصه شين بيسال أليس اذا كانت الوحوش ديت دايما بتظهر كده ولا لا. البنت قالت له لا دي وحوش نادره بتتولد من الطاقه السلبيه اللي بتتخلف من الناس بعد موتهم. بس بالرغم من كده الغابه ما فيهاش الطاقه السحريه الكافيه علشان تظهر وحوش زي دي. شين بقى بيقول لها ان ده معناه انه وحش اسطوري ونادر جدا انه يظهر صح. البنت قالت له صح. وبعدها الاثنين بيتصدموا وبيقولوا له لو انت اللي بتقوله ده صح فده معناه انك بقوه مجموعه من الرتبه ايه وشكلك مش واحد عادي. هو بقى بيقول لهم يخلوا الموضوع ده سر ما بينهم علشان ما يلفتش الانتباه اكتر. وبعد كده بقى هو قاعد مستني النتيجه في شخص بيدخل على المكان كله بيخاف منه حرفيا. بيروح يقعد عند شين كده وشين لما بيبص على الرمح بتاعه بيعرفه على طول ده الرمح الملعون فينوم اللي ممكن يتخطى قوه اسلحه خرافيه كتير. وده معناه ان المغامر ده مش مغامر عادي ده شكله مقاتل شرس جدا. الواد بقى بيقعد معاه وبيعرفه عن نفسه. بيقول له ان اسمه فيليس وبيسال شين وبيقول له انت هنا في النقابه بقالك قد ايه. شين قال له يا عم والله لسه مبتدئ بادئ من يومين بالظبط كده. فيليس بيقول له بس دروعك ديت ما تدلش انك مبتدئ خالص انت شكلك مقاتل مخضرم ولكن بما انك ما تعرفنيش يعني ولا تعرف اسمي فاكيد يعني انت مبتدئ. انا زي ما قلت لك اسمي فيليس وبيسموني مصاص الدماء علشان بخلص على الزومبي بس. شين بقى بيتريق على بشرته والكل بيستغرب ان شين عنده الجرأة انه يتكلم معاه كده ولكن فيليس بيهزر معاه عادي وبيتعرفوا على بعض. وبعد كده شين بيروح يجيب كتاب وبيقرأ عن المملكة ولما بيربط الاحداث ببعض بيستنتج ان سكان العالم ده هم نفسهم الشخصيات اللي كانوا اللاعبين بيختاروهم بس عندهم عقلهم الخاص دلوقتي ومحدش بيتحكم فيهم. واثناء بقى ما كان شين بيتمشى بيلاقي بنت صغيره اسمها ميلي بيتعرف عليها. البنت بقى هي كمان بتقول له ان في ثعلبه في الغابه ولازم يروح ينقذها. وبعدها فيليس بيجي ياخدها. شين بقى ما كانش فاهم ازاي البنت ديت عرفت ان في ثعلبه في الغابه ولو فعلا يعني زي ما هي بتقول وعاوزه انها تنقذها ليه ما قالتش لفيليس. فبيروح الغابه وبيلاقي معبد في مكان معين كده وعليه حاجز ذهني بيقول لشين انه يمشي ولكن بسبب قوته بيقدر يدخل عادي. وبيلاقي الثعلبه في دايره سحريه وبيروح يبص عليها بيلاقي انها على وشك انها تموت وبينقذها. ولكن فجاه بيلاقي ان وحوش كتيره جايين على المكان وبيبدا يخلص عليهم واحد ورا التاني بس بيظهر له وحشين تانيين من العدم. والوحشين دول هم حراس البوابه اللي كانوا تماثيل بيتحولوا لذئاب قويه ووحش منهم بيضرب على شين بالنار والتاني بالتلج بيكون مستواهم ازيد من 600 وشين بيستخدم عليهم تقنيه تقييد الظل بس الثعالب ديت مش سهله برضه وده لانهم بيفعلوا تقنيه بتخلي المكان كله ظل حرفيا. بيهجموا عليه تاني والواد بيتفادى الهجوم بالعافيه ما بيكونش قادر يحدد مكانهم وعلشان يقدر يهزمهم لازم يستخدم قوته الكامله بس ده هيأذي الثعلبه فعلشان كده بيروح عند الدايره السحريه وبيحط الثعلبه هناك وده علشان يقدر يستخدم قوته براحته وما يأذيهاش بالغلط ولا حاجه. وبالفعل لما بيستخدمها بيكتف الثعالب بالسلاسل المقدسه وبيخلص عليهم بضربه واحده. بعدها بقى بيتعرف على نوع الثعلبه الصغيره دي وانها وحوش نادره كانت على اشكال البشر في اللعبه واسمها الذيل العنصري بس الثعلبه بقى بتحبه وبياخدها ويمشوا. وفي الناحيه الثانيه بقى روز بتوصل لها رساله ان شين رجع وشكلها كده كان مصدومه. بعد كده
بقى شين بيقرر انه يروح للنقابه تاني علشان يبلغهم عن عدد الوحوش الهائل ده في الغابه، بس ما بيكونش عاوز يقول لهم حاجه عن الثعلبه، وهو بيعرض عليها انهم يعملوا عقد مع بعض وبكده هيقدر يخفي مهاراته وكمان مستواها الحقيقي. الثعلبه طبعا بيوافق وبعدها بيعملوا العقد، وبعد كده بقى الواد بيسميها يوري. بعدين بقى بتوصل له رساله من تيرا ان الرساله بتاعته خلاص وصلت لروز. الواد بقى بيفرح جدا وبعدها بيرجع للنقابه بيبلغهم عن اللي حصل وبيروح علشان يشوف له مهمه، بس بيلاحظ مهمه غريبه معلهاش رتبه، والمهمه دي تبع الدار اللي ميلي موجوده فيها، وعلشان كده بقى بيقرر ياخدها يضيع وقته منها يعني ويشبع فضوله تجاه ميلي. وبالفعل بيروح الكنيسه وبيقابل الراهبه اللي هناك، بتتفاجئ انه وافق على المهمه دي وانه هيقدر يساعدهم، بس هو ما بيرضاش يوافق على طول وبيقول لها لما اعرف انتوا عاوزين ايه الاول، وبعدين انا جاي هنا برضه علشان اسال على ميلي. الراهبه بتقلق كده وبتقول له عاوزها لسه، فبيقول لها ايوه هي طلبت مني حاجه وانا نفذتها لها ولكن دلوقتي ما شفتهاش. وفعلا بعد شويه الراهبه بتجيب له ميلي اللي اول لما بتشوفه بتجري عليه وبتحضنه، والراهبه بتفرح وبتقول له شكلك شخص كويس لان ميلي مش بترتاح للناس بسهوله. فبيقول لميلي ان الثعلبه ديت هي نفسها اللي انت طلبت مني ان انقذها. وبعد كده الواد بيسال الراهبه عن المهمه اللي هي عاوزاه فيها، فبتقول له انها عاوزه شخص يكون عنده مهاره معينه ويقدر يعلمها لشخص تاني بيستنتج بقى انها الشفاء، بس بتقول له يا ريت كانت هتبقى سهله قوي، بس المهاره ديت هي التطهير، انا عارفه انها صعبه بس هو ده الطلب يعني. شين بقى بيطمنها وبيقول لها ان الموضوع سهل جدا بس الموضوع لازم يكون في مقابل. الراهبه بقى بتفكر انه يطلب منها فلوس او حاجه في قيمتها. الواد بقى بيقول لها يا ستي مش كده، مستوره الحمد لله، انا بس كل اللي عاوز اعرفه هو قوه ميلي والمعلومات الجديده اللي بتوصل للكنيسه اول باول. فالراهبه بتكون محتاره ولكن ميلي بتقول لها انهم يقدروا يثقوا فيه. بعدها الراهبه بتتبسط وبتقول له تمام. بتعرفوا بقى ان ميلي عندها حاجه زي الاستبصار كده، بتشوف حاجات ورؤى والحاجات دي، وفي الغالب كل الحاجات ديت بتتحقق ولو حد عرف عن قدرتها اكيد هياخدوها ويستغلوها، وعلشان كده هم مش بيقولوا لحد عنها علشان يفضلوا عايشين في امان. بتعرفوا كمان ان في مغامر من النقابه عندهم بيحمي الكنيسه وبيستنتج يعني انه فيلس، وده لان الناس كلها بتخاف منه فبالتالي ما حدش قبل المهمه. بعدها بقى الواد بيخرج يقعد مع الاطفال شويه وفي بنتين بتروح تكلمه بتقول له هو انت اللي هتساعدنا؟ الراهبه قالت لنا انك شخص كويس وهتقدر تنقذنا صح؟ الواد بقى ما بيكونش فاهم حاجه وعلشان كده بيتفسر له، بتقول له ان القس الحالي للكنيسه ناوي انه يتخلص منهم لانه شخص جشع ما بيحبش غير نفسه والفلوس. وبكده شين بيفهم كل حاجه وبيروح للراهبه وبتجيب له البنت اللي هتعلمها المهاره وبيكون اسمها أليس. شين بيسالها بقى عن اكتر مكان الزومبي بيظهر فيه وبتقول له ان في مكان اسمه سهول الاشباح، فبيقول لها علشان تتعلميها لازم تهزمي 200 زومبي مستواهم فوق ال 150 ولازم تعمل كده وهي ماسكه في ايديها الكره المقدسه، وهو كان معاه واحده فمش محتاجين يدوروا عليها. فيلس بيوصل بقى وبيعرف بالكلام ده وبيستغرب ان ازاي شين هيقدر يهزم 200 زومبي وفي نفس الوقت هيكون بيحمي أليس كمان، ولو طلع فعلا هيعمل كده فده معناه اما انه هو شخص كذاب او انه واحد من المختارين، وعلشان كده بيقرر يروح معاهم. واللي هيحصل كالاتي، فيلس وشين هيهزموا الوحوش وأليس هتخلص عليهم، وبالفعل بيروحوا هناك وبيبداوا دعك في الوحوش، شويه من شين وشويه من فيلس، وأليس مستواها عمال يزيد بشكل جنوني لحد لما بيوصلوا للحاجز، والحاجز ده النقابه عاملاه لان الوحوش اللي بعد الحاجز ديت خطيره جدا. فبيدخلوا جوه ولسه ما قالوش بسم الله، شين بيشوف مجموعتين من الوحوش جايين عليهم فبيسيب يروي مع أليس وبيروح كل من شين وفيلس على الوحوش دي، وبتكون قوتهم كبيره جدا بس على مين؟ ده الاتنين دول جامدين بيخلصوا عليهم بكل سهوله والدنيا اخر حلاوه. في مكان تاني بقى بتكون الاميره ريون بتحارب وحش سكاليفس مع جنودها، بيقدروا يكسبوه بصعوبه، وبعدها البنت بتقول مع نفسها الوحوش ديت خطيره جدا، لولا السيف ده معانا ما كناش هنقدر نهزمهم حتى. بيجي الحارس ده بقى بيقول لها ان مجموعتهم التانيه اكيد بيواجهوا صعوبه كبيره بس في الف بشعر فضي معاهم بتوصلهم وبتقول لهم انها هتتكفل بالمجموعه التانيه، واحنا بقى هنعمل اننا مش عارفين البت دي ونروح للمجموعه التانيه اللي حرفيا متمرمطين، دي كلمه قليله عليهم، ولو استمروا في القتال كده فهيخسروا المعركه. الوحش بقى لسه هيهجم عليهم تاني، البنت ديت بتظهر وبتنقذهم وبتكون عندها سرعه كبيره جدا، حرفيا في ثواني بتكون خلصت على كل الوحوش، وبالظبط زي ما في دماغك يا صديقي، ايوه هي روز. روز بقى ساعتها بتلقى عليهم سحر بيشفي كل جروحهم في ثواني، وبعدها بتقرر انها تمسح المنطقه علشان تتاكد اذا كان في وحوش تانيه ولا لا. قائد الفريق بقى بيكون مصدوم وبيقول مع نفسه ازاي البنت ديت قدرت انها تتغلب على الوحش ده لوحدها، ازاي ده حتى مجموعه من الرتبه اس كانت عايشه قدامه بالعافيه، فعلا ديت كانت تستحق اقناع بشري سامي. وعلى الناحيه التانيه بقى بيكون فيلس وكمان خلص على وحش زي ده، وبعدها عند أليس بقى هاله ذهبيه كده بتظهر حواليها، بتسمع كمان شويه كلام في عقلها. شين بيقول لها مبروك انت كده بقى عندك المهاره، ولكن فجاه هم واقفين في هاله بتظهر في السماء بتسحب ارواح الوحوش اللي هم هزموها، مش بس كده لا دول كمان بيكونوا وحش ضخم وقوي جدا. العيال بيتصدموا، أليس بتقول مش هيعرف يعمل حاجه ويخرج من هنا طول ما الحاجز موجود، بس الوحش بيفاجئهم كلهم، بيكسر الحاجز ده بضربه واحده، وبعدها بيكتشفوا حاجه مهمه، الجري نص الجدعنه، بيهربوا من المكان بس الوحش بيصرخ بصوت عالي
عالي، الهياكل بتظهر من حواليهم بتحوطهم. شين بيقف بقى وملامحه بتتغير. فيليس بيقول له بقى يلا نهرب ونفضي طريق لينا واحنا بنجري، بس شين قال له لا، انا هخلص على الوحش ده واقتله دلوقتي. الوحش بقى هو كمان كان كسر الحاجز، ولو فضل اكتر من كده حر هيدمر المدينه بالكامل. بيطلق هاله مجنونه، فيليس بيترعب منها. بيعرف كمان ان شين بيتكلم جد. شين بقى هو كمان بيطلق تعويذ عليه علشان تعزز قوته ويجري باقصى سرعه، وكده المواجهه بتكون شين ضد الوحوش دي كلها. يا ترى هيقدر عليهم ولا لا؟ بيفضل يخلص عليهم واحد ورا التاني، ولكن دول مش بيخلصوا. وبعدها بيقولوا انه لو فضل كده كتير عمره ما هيقدر عليهم، وعلشان كده بيطلع واحد من سيوفه وبيروح يهجم عليهم. يورو هي كمان بتساعده وبتستخدم سحر النار. شين بقى بيقرر انه يستخدم هجمه قويه جدا، وبالفعل الهجمه ديت بتخلص على عدد كبير من الوحوش. روز بتلاحظهم، بتروح لهناك بسرعه كبيره جدا. اخيرا بتقاتل هي وشين سوا، بيتكلموا شويه وبيفرحوا انهم اخيرا قدروا يشوفوا بعض تاني. بعدها بيقرروا يخلصوا على الوحش الكبير الاول، وهو بالفعل بيحطوا ايديهم جنب بعض وفي آلة عملاقه بتظهر حوالين المكان. كل الوحوش اللي في المكان بيموتوا في ثانيه. يوري هي كمان بتستعيد طاقتها اللي خلصت، وكده مش متبقي غير الزعيم وخلاص. شين بقى بيطلع واحد من اقوى السيوف عنده، وبوم مع قوته الكامله بيقدر يخلص على الوحش ده. الوحش بقى قبل ما يموت بيكلمه وبيقول له اديني قوتك، ولكن مش بيلحق يتكلم وبيتبخر وبيسيب الحجر وراه. وبعدها بقى شين بيروح يتكلم هو وروز، وبيحكي لها عن اللي حصل معاه. بتقول له ان كل الشخصيات الداعمه اللي من ضمنها روز بعد ما اسيادهم سجلوا خروج واختفوا عرفوا انك كده خلاص نجحت في مهمتك، وكان المفروض انك لما اختفيت احنا كمان نختفي معاكو، بس حصل عكس كده وفضلنا قعدنا ندور عليك فتره كبيره ولكن ما لقيناكاش. فكل واحد راح بقى علشان يعيش حياته الخاصه، وانا رجعت لمعبد القمر. نرجع تاني بقى لريون واللي معاها اللي بيكونوا وصلوا للمكان اللي فيه شين. بيشوفوا الدمار بقى في المكان، وبيعرفوا ان الهاله اللي ظهرت دي كانت من المكان ده، وهم يقصدوا نفس الهاله اللي عملها شين وروز. يعني الحارس ده بقى بيلاقي السيف بتاع شين اللي سبب الضرر ده كله. بعدها بيقول لها ان الشخص اللي ساب السيف ده مجنون كفايه لانه يسيب سلاح قوي زي ده هنا. السلاح ده عليه علامه نسر، والشخص الوحيد في العالم ده كله اللي بيعمل سيف ويحط عليه الشعار ده هو الحداد الاسطوري، اقوى بشري سامي في عصر الرخاء. وزي ما انت توقعت يا عزيزي المشاهد، الحداد ده كان هو شين، بس محدش بيكون عارفه دلوقتي غير روز. وبعد كده فيليس وهو بيجري بيحس بآلة خطيرة داخلة عليهم. بينزل أليس بسرعة وبيقول لها تستخبى لأن اللي جاي ده أكيد مش وحش طبيعي، ولكن في الآخر بيطلع إنهم شين وروز عادي. أليس بقى بيغمى عليها وبيقعدوا يريحوا من المعركة. فيليس بقى بيبدأ يتكلم مع شين وبيقول له أنا عاوز أعرف كل حاجة عنك وإزاي عندك كل القوة ديت. شين بقى بيكون لسه هيكذب وهيقول إن روز هي اللي خلصت على الوحوش وادتهم سحر التعزيز، بس الواد بيحاول يضربه بالسلاح بتاعه ورد فعل شين بيكون سريع جدا. ففيليس بيقول له ما عندكش وقت للإنكار يا حبيبي، كله بقى على المكشوف. انا عاوز اعرف بقى مين هو الشخص اللي خلى روز اقوى شخصيه ينحني ليه. فشين بيضطر بقى انه يقول له على كل حاجه وانه من البشر الساميين، وبيحكي له على القصه كلها. وبعدها بيساله اذا كان في اي قصص او كتب تاريخيه بتتكلم عن البشر الساميين. ففيليس بعدها بيقول له انهم بيعتبروا البشر الساميين زي الحكام كده من كتر قوتهم يعني ومهاراتهم. فشين بيقول له يا عم لا، انا لا قوي ولا حاجه، بس اللي انا واثق منه 100% هو مهاراتي في الحداده. الواد بقى بيتفاجئ ان شين حداد وما بيكونش عارف يقول له ايه، ولكن بعد كده بيستريحوا بقى وبيرجعوا على المدينه. فيليس بقى بيقول لشين مش محتاج تتعب نفسك باي حاجه تخص الكنيسه بعد كده، انا ههتم بكل حاجه من دلوقتي. فالواد بعدها بيديله واحده كده من الرسائل السحريه وبيقول له لو احتجتني في اي وقت ابعت لي رساله وانا هكون عندك على طول. وبيرجع بقى مع روز لمعبد القمر. تيرا بقى لسه بتكلمها، بتلاقي شين معاها بتسالهم انتوا اتقابلتوا امتى. شين بيقول لها ناكل الاول وكل حاجه هتتحل. تيرا بقى بتستغرب وبتقول له هو انت كمان هتاكل معانا؟ روز هي اللي بترد بقى مكانها وبتقول لها هو انا ما قلتلكيش ولا ايه؟ شين يبقى صاحب المكان ده. البنت بتتصدم كده وبتقول ازاي مش صاحب المكان ده كان بشري سامي؟ هو ازاي شين نفسه؟ شين بيقول لها بقى ما انا قلت لك لما جيت، بس البنت وقتها ما كانتش مصدقاه. وبعد كده بقى بيقعدوا ياكلوا، ومكونات الاكل كلها بتكون من وحوش مقدسه ونباتات نادره جدا. تيرا بقى كانت قاعده وسط ذهول بشري سامي وثعلبه من الديل العنصري، وروز تبقى تلميذه شين واكل اسطوري. ده ايه الحلاوه ديت؟ البنت من كتر الصدمات كان هيغمى عليها. في اليوم بقى اللي بعده يوري بتكون صحت بشكلها الانساني، وده لان الثعالب اللي من نوع الذيل العنصري يقدروا يتحولوا لبشر في اي وقت. وبما انها بقى بتعرف تتكلم دلوقتي، شين بيسالها عن السبب اللي كان مخليها في المعبد اللي في الغابه ده. البنت قالت له انه كان مكان بتستريح فيه بعد ما كان في كوارث طبيعيه وهي اتخلصت منها، وده لان الانواع ديت من الوحوش بيقدروا يتخلصوا من الكوارث الطبيعيه بسهوله. وبعدها راحت ارتاحت هناك، ولكن تعبت فجاه وكانت خلاص هتموت، بس انت بقى جيت ولحقتها وحصل كل اللي حصل. واثناء بقى ما كانوا بيتكلموا روز بتقول لشين بما انه رجع
ففي شخص لازم يقابله ضروري، والشخص ده من الوحوش برضه، وكان احدى الشخصيات الداعمه لشين زمان واسمه جيراد. شين بقى بعدها بيتصدم، هو ازاي عاش كل الوقت ده؟ الوحوش اللي من نوعه اخرهم يعيشوا 150 سنه، ازاي ده عايش 500 سنه؟ فروز بتقول له علشان امنيته انه يقابلك كانت لسه معاه لحد النهارده، بس اخر فتره صحته ما كانتش احسن حاجه وشكله قرب يموت. حفيده الثامن بقى كان عنده القوه الكافيه انه يمسك الحكم، وجيراد قرر يسلمه الحكم بعد ما عمل المملكه. شين بعد لما بيسمع الكلام بقى بيقول لها وجهتنا الجايه هتكون لمملكه جيراد. وبعد كده روز بتعرض عليهم انهم يعملوا تحالف علشان يقدروا يتواصلوا مع بعض عن طريق التخاطر، وبالفعل بيعملوه. بعدها بقى البنت بتقول لشين انها تروح تبلغ النقابه عن الوحوش اللي هزموهم. ترى بقى بتقول لهم انها هتفضل في معبد القمر علشان تاخد بالها منه، بس شين بيقول لها انها مش لازم تقعد فيه، هم هياخدوه معاهم. البنت بقى ما بتكونش فاهمه، ولكن بقى بعدها شين بيقول لهم انهم لازم يجددوا مخزون الاسلحه، وفعلا بيخش المخزن بيلاقيه زي ما سابهم، فبيعمل كام سيف كده ومن ضمنهم سيوف اسطوريه، واللي بالغلط بيطلعوا اقوى من اقوى سيف في المملكه اللي هم فيها. بعدها بقى في اليوم اللي بعده الواد بيقرر ياخد تيرا ويروحوا على النقابه، وبالفعل بيروحوا على المدينه، وبتكون تيرا مبهوره بكل حاجه حواليها لانها تعتبر اول مره تزور المدينه. وبعدها بيطلعوا على النقابه، بيروحوا بقى عند السكرتيره علشان يعطوا لتيرا كارنيه النقابه. وفي الوقت ده شين بيسال السكرتيره عن عصر الرخاء. البنت بتقول له انها ما ينفعش تديله معلومات عن الوقت ده، وبتقول له كمان انه اخذ ترقيه درجه واحده بس بعد كل المهمات اللي عملها دي، مع انه دلوقتي يستحق انه يكون مغامر من الرتبه الاولى، ولكن علشان ما يصيرش الجدل مع الناس هم ما زودوهوش غير رتبه واحده بس. شين بعدها بيقول لها تمام، وبيعرفها انهم هيروحوا على مملكه الوحوش. بيسالها بقى اذا كان في اي مهمه يعملوها هم ماشيين بحيث كده يعني يزيد مستواه. البنت بعدها بتشوف له واحده من المهمات، وبتكون عباره عن حراسه بضاعه تنتقل لمدينه قريبه للمكان اللي هو رايح له يعني، ولسه فاضل 3 اماكن فاضيين، فبيوافقوا انهم ياخدوا المهمه ديت. وعلى ما كارنيه تيرا بقى يطلع بيروحوا يلفوا شويه في المدينه وياكلوا تيرا، والبنت بتتبسط جدا. بعدها بقى بيروحوا يزوروا الكنيسه، وبيعرفوا ان خلاص أليس هي اللي بقت ماسكه الكنيسه، وان الكنيسه كده مش هتتهد خلاص والدنيا تمام. ولكن زي ما الكنيسه مش هتتهد، فالقس اللي كان ماسك الكنيسه هو كمان مش هيتهد، واكيد هيكون عاوز ينتقم منهم او يعمل اي حاجه للكنيسه. فساعتها شين بقى بيديهم سلاسل كده وبيقول لهم دي تميمه سحريه زي قلاده الحظ كده، البسوها وما تقلقوش من اي حاجه. الاطفال بعدها بقى بيجوا وبيقعد يلعب معاهم شويه، بعدها بقى بيمشوا وبيرجعوا للنقابه علشان يستلموا الكارنيه. وبما انهم سايبين معبد القمر لوحده، فشين بياخد تيرا على جنب كده وبيطلع حجر سحري، وبيقول لها الحجر ده عنده القدره على الانتقال الاني، ولكن بشرط ان المكان اللي هتروحيه ده تكوني شفتيه بعينك قبل كده. البنت بقى بتكون متفاجئه، فبيفعل لها معبد القمر وبيوصلوا لهناك في ثواني حرفيا. بيقول لها دي بس كانت البدايه، اما دلوقتي لازم ناخد معبد القمر معانا. والمعبد فجاه بيختفي في مكان، والبنت حرفيا بتكون في قمه ذهولها وما بتكونش فاهمه اي حاجه. بيوري لها بعدها سلسله، وبيكون المعبد هو السلسله ديت ولكن في وضع التنقل. بعد كده بقى بيروحوا المكان المهمه وبيتعرفوا على الناس اللي معاهم. الواد السحليه ده، البت ام شعر احمر، والقزم ده هو صاحب البضاعه. بس نسيبهم يتعرفوا بقى ونروح احنا للمملكه اللي بيكون فيها اجتماع طارئ، وده بسبب اختفاء معبد القمر. الله عليك يا شين، حتى وانت مش موجود عامل مشاكل. الملك بقى بيقول لهم ازاي معبد القمر اللي حتى اقوى وحوش العالم ما عرفوش يقربوا منه يختفي بالسهوله ديت؟ ولو الكلام ده فعلا صح فكده مملكتنا في خطر حقيقي. وفي واحد بيساله عن روز، فالاميره بتقول لهم انها في الطريق، ولو الكلام ده فعلا صح هي هتقول لنا. بنسيبهم بقى وبنستكمل الرحله مع ابطالنا. والسحليه بقى بيتكلم بيقول لهم هو انتم عمركم قتلتوا حد قبل كده؟ تيرا بتتخض من السؤال، ولكن شين بيشرح لها ان مهمه زي مهمات الحراسه دي بيتعرضوا بقى لمناوشات من قطاع الطرق وكده، وفي الغالب يعني لازم يقتلوهم سواء كان قطاع الطرق دول بشر او وحوش. ولكن شين بقى بيقترح عليهم ان كل واحد يقول مهاراته، وبكده هيكون عندهم فرصه ان مفيش حد فيهم يتقتل. وفعلا السحليه بيعرف عن نفسه وبيقول لهم ان هو ساموراي وما بيعرفش يستخدم السحر، على عكس ام شعر احمر اللي بتستخدم سحر التعزيز وبتكون سايتاما الانثى يعني. اما تيرا بقى فبتستخدم سحر الشفاء وعندها شويه مهارات في الرمايه كده. وبالنسبه لشين فهو بيطير وساموراي وساحر وكل اللي قلبك بيحبه. شين بعدها بقى بيسال عن المدينه اللي هم رايحينها، والسحليه ده بيحكي له عن المكان واسماء النقابات اللي هناك. شين بعدها بيتبسط كده بقى، ولكن بيستغرب لان اسماء النقابات ديت كانت جزء من اللعبه زمان، وهو بيكون مستغرب بقى من ان في مدينه كامله اتبنت حوالين النقابات ديت. بس فجاه العربيه بتقف وشكل الموضوع بدا. بينزلوا بيلاقوا قطاع طرق قدامهم، وشين بيقول للكل يدخل العربيه وهم هيتعاملوا. بيودي بقى يوري معاه علشان تحميه. اما تيرا فبتكون مستخبيه وخايفه. سؤال السحليه بقى بيتكرر في دماغها، عمرك قتلت حد قبل كده؟ وبتفهم هو ساله ليه، بس بتحاول تستجمع شجاعتها وانها لازم تحمي شين واللي معاه. شين بيكلم السحليه بقى وبيقول له دول عددهم قليل، ايه رايك نخلص عليهم؟ السحليه بيوافق الراي وبيقول له انهم لو عملوا اي حركه هيخلصوا على طول. فالزعيم بتاع قطاع الطرق بيقول لهم انهم يستسلموا لانهم 3 ومش هيعرفوا يهزموهم، ولكن ممكن انهم يسيبوهم بشرط يسيبوا لهم البضاعه. وكمان
وكمان ام شعر احمر يتسلوا معاها. ولكن ساعتها شين بيتعصب وفي هاله شيطانيه سوداويه بتطلع من حواليه، نيه القتل بتاعته بتكون واضحه جدا وتيرا بتحس بيها وبتقول لا مش ده شين اللي اعرفه، ده شخص مختلف تماما. في نفس الوقت ده بقى بتشوف ان في 2 من قطاع الطرق بين الاشجار وبتكون خايفه جدا انها تطلع سلاحها. ونفس الكلام بقى بالنسبه للسحليه اللي بيطلع سيفه وبيطلب منهم انهم يمشوا من غير شوشره. الزعيم بيقول له انت مدرك الموقف اللي انتوا فيه؟ لا احنا عددنا اكتر منكم وقوتنا اكبر كمان، كلكم على بعضكم من الرتبه ايه الا انت يا سحليه ممكن تكون من الرتبه ايه، بس بالرغم من كده برضه مش هتعرف تهزمنا لوحدك. بيقطع كلامهم بقى سهم من تيرا بيرشق في قلب واحد من اللي كانوا بين الشجر، بعدها بتخلص على التاني على طول. والزعيم ساعتها بيأمر باقي الصيع انهم يهجموا، ولكن السحليه بيفاجئهم بمهارات السيف بتاعته وبيستخدم السيف السحري بتاعه وبيخلص على كام واحد. ام شعر احمر بقى في واحد بيروح لها وهي بقى بتقول لهم انتوا استخفيتوا بينا زياده عن اللزوم، بتستخدم سحر السرعه والتعزيز وبضربه واحده بتكون مخلصه عليه. شين بقى بيطلع غضبه في باقي العيال وبيروح بعدها عند الزعيم بيقرب منه، والزعيم بيقول له ياك تقرب اكتر، انا اقوى منك ومنهم كلهم وممكن اخلص عليكم. شين بقى بيرفع سلاحه عليه وبيقول له قلت لي بقى عاوز تعمل ايه؟ انت اخرك فاضي يلا وريني اخرك. وطبعا بيديله العلقه التمام وبيربطه وبيبداوا يستجوبوه، ولكن شين ما عندوش يا مرحميني وبيرجع يرفع عليه السلاح تاني. بيقول له قول لنا مين بقى اللي بعتك على طول، ولو حاولت تتهرب فعليك بقى وعلى جهنم وبئس المصير. هو بالفعل الواد ده بيقول لهم على المعلومات وبيطلع انه فعلا كان حد بعته وان الكلام ده كله كان مدبر ليهم. شين بقى بيساله عن الشخص ده تحديدا، ولكن الواد ده بيقول له ما اعرفش حاجه عنه ولا اعرف حتى اللي جوه العربيه، كل اللي اعرفه ان في حد تبع الكنيسه هو اللي بعتنا وادانا فلوس كتيره جدا. ساعتها شين بقى بيفتكر كلام الراهبه واليس وان القس هيحاول يعمل اي حاجه علشان يستعيد الكنيسه ديت ويهدها، وانهم حاولوا يخلوا اليس كبيره الكنيسه بس كان في حد دايما بيحاول يمنعها، ولكن البت دلوقتي بقت صاحبه الكنيسه في الاخر. وبعدها بيوصلوا بقى لمدينه القزم وبيكافئهم، وبعدها بيقرروا انهم يشتروا عربيه علشان يروحوا بيها للمدينه الثانيه، وغير كده هم اصلا هيحتاجوا عربيه دايما للانتقالات. بيدخلوا بقى واحد من المحلات وبيختاروا واحده عجبتهم وشين هيبقى يعدل عليها علشان تقلل من اهتزازها ويظبط الكراسي. صاحب المكان بقى بيقول له انه لازم يجيب للعربيه ديت احصنه قويه علشان تقدر تجرها، ولازم اكتر من حصان علشان يقدروا يستحملوا. فشين بعدها بيقول له انه سمع ان الوحوش ممكن تجر العربيات. الراجل بيقول له ايوه بس الوحوش كويسه وسريعه ولكن صعبه في ترويضها. شين بقى بيبص انه ينفع تجرهم ولكن ما بيبصش على اي حاجه صعبه. وبعد كده الواد بيكلم روز وبتقول له انها خلصت شغل في المملكه وجايه له، فشين بيتبسط كده وبيقول لها على موضوع الاحصنه، بتقول له انها هتوصل لمدينتهم خلال يوم وفي الوقت ده هتجيب معاها وحش يجر العربيه، ولو ما جابتش يعني فهو يقدر يخلي يوري هي اللي تجرها. وبعد كده بقى بيتكلموا عن الاجتماع بتاع القصر الملكي وبتقول له ان القصر كله في حاله من الخوف بعد ما المعبد اتنقل وكلهم كانوا قلقانين، بس يا ريتني كنت خليتهم على اعصابهم كمان شويه علشان بصراحه كده انا زهقت منهم وانهم كل شويه عاوزين يجندوني لصالحهم. ده حتى يا اخي كان في مملكه اتهبلت وقالت انها بتمتلك معبد القمر، وقتها بقى كنت بفكر ادمر مملكتهم بس هديت نفسي. شين بقى بيقول لها ما طبيعي واحده بقوتك دي اكيد كل الممالك يعني حاطين عينهم عليكي وبيراقبوكي. البنت فعلا بتوافق الراي وبتقول له ان حتى كان في اشخاص كتيره جدا طلبوا ايديها ولكن هي طبعا رفضتهم. المهم بعدها بقى شين بيروح مع تيرا الفندق علشان يباتوا فيه عقبال ما روز تيجي يعني، والواد كان دفع اللي وراه واللي قدامه علشان ياخد لهم يوم بس. اما على الناحيه الثانيه بنشوف روز وهي عند جبل وبيكون قدامها وحش ضخم جدا وشكل الوحش ده اللي ناويه تجيبه. وفي تاني يوم بقى بيكون شين بيخلص باقي التعديلات على العربيه. روز بتكلمه وبتعرفه انها وصلت خلاص، فبيروح لها هو وتيرا وهم ماشيين بقى بيحسوا بوجود وحش خطير، بس لما بيوصلوا على المكان بيلاقوه ايوه وحش مقدس وضخم من المستوى 751. الواد بيقول مع نفسه انا كنت عاوز وحش يجر العربيه مش وحش يجر المملكه اللي انت عاملاه ده. روز بتقول لهم انها رجعت وجابت معاها الوحش ده من الجبل المقدس لما شين يعني طلب منها وحش. الواد بيقول لها بس ده اكبر من اللي احنا محتاجينه، الناس لو شافوه في الشارع هيموتوا من الرعب. روز بترد عليه بقى وبتقول له كل مشكله وليها حل. بتقول بعدها للوحش يستخدم مهاراته، قول له وحش بيصغر حجمه لحجم وحش صغير، وبتقول له لو حابب ان هو يصغر كمان فعرفني بس انت ومالكش دعوه. تيرا بقى بتبقى واقفه مصدومه وسطهم وبتقول مين المجنون اللي يروض وحش مقدس علشان يجر حته عربيه. وبعدها بقى يوري بتتكلم مع الوحش بما انهم وحوش مقدسه زي بعض يعني، بتعرفهم بقى ان اسمه كاجرو والوحش كمان بيقول لنا اننا نعتمد عليه. بيسالوا روز بقى عن مهاراته فقالت لهم بيقدر يستخدم سحر الوهم وسحر البرق. وبعد كده بيبداوا رحلتهم لمملكه الوحوش، بس الوحش بيلفت انظار الناس حتى وهو صغير. وبعد كده بقى يوري بتتكلم مع الوحش عن طفولته وبتقول لهم ان كاجرو وهو صغير كان بيحكم الجبل المقدس هو وامه، وده لحد لما في يوم من الايام جه مغامر وهزم امه، ولكن كاجرو قدر يهرب واللي انقذته هي بنت من الالف. بس بعد كده طور من نفسه وفضل يتدرب كتير جدا لحد لما بقى قوي ورجع تاني للجبل. روز بتستنتج ان بسبب كده هو ما كانش خايف منها، ولكن بيعرفها ان ده مش السبب وان السبب انه شم فيها ريحه الالف اللي انقذته. بالظبط يا صديقي، بتكون هي تيرا البنت اللي انقذته وهو صغير واعتنت بيه. تيرا بقى بتفتكر فعلا، بتقول ان الوحش اللي لقيته مصاب واعتنيت بيه اختفى فجاه من
عندي وفضلت ادور عليه ولكن ما لقيتهوش. ساعتها بقى روز بتعرض على تيرا انها تنقل لها ملكيه الوحش ده، وده بما انهم عارفين بعض من زمان يعني، وطالما الطرفين موافقين على النقل فالنقل خلاص هيتم. وبالفعل البنت بتوافق. روز بقى بتلغي عقدها معاه وتيرا هي اللي بتعمل العقد جديد، بس بسبب قوه كاجيرو تيرا بيغمى عليها، فبيقرروا يرتاحوا بقى والصبح يكملوا رحلتهم. شين بقى كان بيكلم روز وبيقول لها انت نقلت ملكيه كاجيرو لتيرا علشان يحميها مش كده؟ قالت له ايوه انا عملت كده علشان مش ضامنه ان اكون معاها دايما واحميها، اما مع كاجيرو فاحنا هنقدر نعتمد عليه. شين بعدها بقى بيقول لها اما انا بقى في الازمات او الاوقات الصعبه الشخص الوحيد اللي اقدر اعتمد عليه هو انت. البنت بقى طبعا بتتبسط من كلامه وكانت في قمه السعاده. وفي اليوم اللي بعده بقى بيستكملوا رحلتهم وبيجي لهم بعدها شخصين. شين بيحس بمستواهم العالي، بس روز بتقوله انها كلمت جيراد قبل ما يجي علشان يجهز نفسه، ودول بقى هم احفاده. وشين بقى بيصغر العربيه وكاجيرو كمان بيصغر حجمه نفس حجم يوري، وبعدها بيروح معاهم. اخيرا بقى بيوصلوا على جيراد وبيرحب بيهم جدا. شين بيقول له ياه ما توقعتش انك تكون عايش لسه. جيراد بيقول له ولا انا يا عم، عارف بس انا ليه عايش كل المده ديت؟ علشان انا كنت متاكد اني هقابلك في يوم من الايام دي، بس الاول لازم نتعرف على بعض. مبدئيا ده هو ملك الوحوش دلوقتي وهو وولف كانج وبيبقى حفيد الثامن، اما البنت اللي معاه ديت فهي بنته كوري، واما الاثنين دول فهم مساعديني. شين واللي معاه بيعرفوا هما كمان عن نفسهم، وبعدها بيبداوا يفتكروا ذكرياتهم ايام ما كانوا بيقاتلوا مع بعض. وفي واحده بقى من المعارك دي كانوا هيموتوا لانهم كانوا محاصرين من اعتى الوحوش حرفيا، لدرجه انهم ما كانوش عارفين عدد الوحوش اللي قتلوهم من كتر ما كانوا قدامهم، بس بصعوبه قدروا انهم ينجوا من المعركه دي بعد ما هزموا كل الوحوش. بيرجعوا بقى للحاضر وجيراد بيضحك كده وبيقول له ياه ده كانت ايام ما كنا لسه شباب يا عم، انا كنت مفكرنا هنموت وقتها، بس انا بقى حابب احكي لك عن كل حاجه حصلت في ال 500 سنه اللي فاتوا دول علشان ما يكونش فايتك حاجه. شين بيقول له يا عم مش لازم، كل حاجه ليها وقتها. وبعد كده بقى روز بتسيبهم على راحتهم وبتمشي. جيراد بيساله بقى عن اللي حصل له وهو اختفى فين طول الفتره ديت. الواد بيحكي له نفس القصه اللي بنسمعها من اول الانمي، وانه بعد هزيمته للوحش الاخير لقى نفسه في عالم اللعبه بعد 500 سنه. بس جيراد بعدها بيقول له تعالى نتكلم في الجد بقى، انا ما صدقت انك رجعت وحابب اقول لك ان فاضل لي بالكتير قوي شهر واودع العالم ده. شين بيساله ايه اللي مخليه متاكد قوي كده. جيراد قال له انا بقالي اسابيع حاسس ان في حاجات متغيره فيا، عرفت بقى وقتها اني خلاص هودع، ولكن لما روز عرفتني انك رجعت فرحت لان امنيتي اخيرا هتتحقق. من الاخر كده يا شين قاتلني، انا عاوز اقتلك قبل ما اموت. روز بقى بتكون واقفه وراهم وسامعه كلامهم وبتزعل من اللي كانت خايفه منه يحصل لان جيراد عاوز يموت في ساحه المعركه. المهم جيراد بقى بيكمل وبيقول له انا كل الوقت اللي كنت عايش فيه كنت عاوز اقتلك، انت كنت وما زلت وهتفضل اقوى محارب شفته في حياتي. انا عاوز اعرف بقى اذا كانت قوتي اللي بفتخر بيها السنين ديت كلها هتقدر تقف قدامك ولا لا. شين في الوقت ده ما كانش عاوز يقتله ولكن في الاخر بيوافق. روز بقى بعد ما شين بيوافق بتسيب المكان وبتمشي، وبعدها شين بقى بيسال جيراد اذا كان قال لحد ولا لسه. جيراد قال له انا ما قلتش لحد، بس مش ناوي اخبي عليهم اصلا، يعني حفيدي الثامن قوي ومش متكبر وهو انسب بديل ليا واكيد يعني هيتقبلوا امنيتي. شين بيساله مش ندمان على حاجه. جيراد بيقول له ندمان ان لسه ما قتلتكش لحد دلوقتي. وبعد كده بقى جيراد بيروح لاتباعه وبيقول لهم على امنيته والمعركه، وكلهم بيتقبلوا قراره الا كوري اللي بتقول لهم هو انتوا ما هتسيبوه يموت بسهوله دي؟ انا مش عاوزاه يموت. ما حدش بيرد عليها، ولكن جدها بيقول لها دي هي امنيه حياتي اللي عشت عشانها، انا شفت كتير من اولادي واحفادي بيموتوا قدام عينيا ودلوقتي خلاص جه وقتي، انا عاوزك بس تشهدي على المعركه دي وتفتخري بيها بعد كده. وبعدها بقى بتمر الايام. شين بقى بيصلح سلاح جيراد القديم وبيخليه اقوى مما كان عليه. جيراد بقى بيشكره وبيساله هيعمل ايه مع روز، يعني لو لقى الطريقه اللي هيقدر يرجع بيها للعالم بتاعه. شين بيقول له انا هرجع، هو ده اصلا اللي انا لسه موجود عشانه. وبعدها بقى بيحين موعد النزال. جيراد بيودع احفاده وبيوصيهم على المملكه. بعدها بقى الاثنين بينزلوا على الغابه وبياخدوا وضعيتهم وبيبدا القتال. بيهجموا على بعض بضربات قويه جدا بتدمر الغابه. شين بيحاول يضربه ولكن الضربه مش بتيجي فيه، بتقطع اشجار كتيره من حواليه، وجيراد بيرجع ويهجم عليه من تاني. جيراد بقى بيقول لشين القتال ده مش بيفكرك بايامنا من 500 سنه. شين بيقول له لا ده كاننا كنا بنقاتل مع بعض امبارح. الاثنين حرفيا بيكونوا متحمسين وبيقاتلوا بقوه كبيره، وكل اللي كانوا واقف كان مظلومين من القوه ديت. روز بقى بتقول لهم هم لسه ما بداوش القتال حتى، ده كان كل ده مجرد تسخين. نرجع تاني بقى لجيراد اللي بيكون لسه بيقاسل شين وبيقول له حتى بعد ما طورت التقنيات واتدربت عليها لوقت طويل الا انها ما اثرتش فيك، وده اكيد اللي انا كنت متوقعه، بس كل اللي فات ده كان هزار، ودلوقتي جه وقت الجد وهوريك قوتي الحقيقيه. التقنيه اللي طورتها واشتغلت عليها لاطول وقت ممكن، وبعدها بيتحول لهيئه الوحش بيفعل قوته. شين بيجي يستخدم سحر البرق عليه ولكن جيراد بيختفي، بيظهر من وراه. الواد بيتصدم ايه السرعه المجنونه ديت. جيراد بيهاجمه تاني، شين بيصدها بعجوبه بيبعد عنه تاني، ولكن بيلاقي جيراد بيجهز لهجمته الاخيره، الهجمه اللي المفروض تنهي المعركه. بيقول له بعدها شوف يا شين دي هي تقنيتي الاقوى، الامتياز الاسطوري. بيخرج قوه كبيره جدا وبيطلقها عليه. الواد بيحاول يصدها بس جيراد بيفاجئه وبيظهر من وراه تاني بيهاجمه. شين بيصد ضرباته وجيراد نازل فيه ضرب، بيجمع قوته وبيبدا في الهجوم المضاد عليه.
الاتنين نازلين ضرب في بعض يمين شمال، وجيراد حرفيا بيستخدم كل حاجه اتعلمها في حياته. بعدها بقى شين بيطلع فوق كده وبيقول مع نفسه انا استهنت بجيراد وما كنتش بقاتل بكل قوتي، بس جه الوقت المناسب بيستخدم كل قوته وبيطلقها عليه. جيراد هو كمان بيرجع يستخدم الامتياز الاسطوري بتاعه، ومن قوه الهجمه بتاعتهم السيف بتاع شين وقفازات جيراد اتكسروا، وبالظبط ده اللي كان جيراد مخطط له. بيظهر من ورا شين بقى وبيقول له خلاص انا اللي انتصرت، ولكن فجاه قوته بتضعف وبيرجع لهيئته الانسانيه من تاني، وبيقول له يا شين كان زمان كسبتك دلوقتي، بس شكلها كده دي نهايتي. شين بقى كمان بيقول له وانا ما توقعتش انك هتقدر تقتلني بالمستوى ده، انت اتطورت وبقيت اقوى فعلا. جيراد بقى بيقول له انا مبسوط ان اخيرا قدرت اواجهك وانفذ عليك هجمه ناجحه، بس عاوز منك طلب اخير، انا عاوزك تظهر لي قوتك الكامله، ومش قصدي القوه بتاعتك اللي اظهرتها دي، لا انا عاوز اشوف قوتك الحقيقيه. شين بقى بيرجع بعيد عنه وبيطلع هالته، بتكون هاله قويه جدا ومرعبه ومن قوتها بتوصل للسماء. جيراد بيقول له انا توقعت انك تكون قوي ولكن مش للدرجه دي، بس هو ده اللي متوقعه من معلمي، ودلوقتي خلاص جه وقت رحيلي. وبعدها جيراد بيموت قدامه. شين بقى بياخده وبيطلعه للجبل وبيقول له اتباعه انتوا المفروض تفتخروا، جيراد كان وصل لمستوى عالي من القوه، قدر ينفذ عليا هجمه ناجحه، افتخروا بانه قدر يواكب بشري سامي في قتاله، مات والابتسامه على وشه وما كانش ندمان من حاجه، فما حدش يزعل عليه. وبالفعل الحزن بتاعهم بيتقلب لفخر وفرح والدنيا اخر حلاوه. وبعد كده بقى بياخدوا جثته وبيروحوا يدفنوه وسط حزن كل مملكه الوحوش. وبالليل بقى روز وهي ماشيه بتلاقي شين قاعد سرحان في المكان اللي كان قاعد فيه مع جيراد، بتروح له وبتحضنه وبتقول له شكلك وكانك هتختفي، فبيبدا يعيط وبيقول لها انا كنت عارف ان دي كانت امنيه جيراد، كنت عارف انه عاوز يموت وبالرغم من كده وافقت وقتلته، بس ما كنتش اعرف ان موت صديقي هيكون محزن بالشكل ده. روز بعدها بقى بتهديه وبتقول له خلاص انت اديت واجبك ودلوقتي تقدر تطلع كل اللي جواك. وكان مشهد مؤثر جدا الصراحه. وبتمر الايام وبيكون كل من تيرا وروز متنكرين وماشيين مع شين، بيكونوا عاوزين يقابلوا شخص اسمه دراجون، والشخص ده كان واحد من اتباع شين زمان وهو دلوقتي ممثل مملكه كليانت. فشين بيقرر يروح يشوفه في المكان المخصص للشخصيات المهمه اللي حضروا الجنازه. بعدها الواد بيسال روز اذا كان دراجون بقى ملك هو كمان زي جيراد ولا لا. روز بتقول له هو كان امبراطور سابق بس بعد ما مسك الحكم قرر انه يبعد عن كل حاجه ويكبر دماغه. فبعدها بيروحوا يسالوا وولف كانج عليه وبيقول لهم ان هو خلاص على وصول ويستنوه في الاوضه ولو احتاجوا حاجه يبقوا يكلموه. فبيقعدوا يستنوه فعلا. هو لما بيوصل تعابير وش شين بتتغير، دراجون هو كمان بيقف يبص له بس بعد كده بينحني له وبيقول له اخيرا رجعت تاني، يشرفني ان ارجع اخدمك من جديد. بس شين بيقول له مفيش داعي للرسميات يا عم وناديلي بشين عادي. بيقعدوا بقى يتكلموا وبيرجع يحكي له نفس القصه اللي كل شويه نسمعها من اول الانمي. بيحكي له بقى انه قابل جيراد وجيراد مات وهو راضي عن حياته. وبعد كده دراجون بقى بيساله هو ناوي يعمل ايه قدام. شين بقى بيقول له انا ما لقيتش حاجه في الكتب فشكلي ارجع تاني للجبل المقدس وادور على حاجه تفيدني هناك. دراجون بيقول له بقى انه هيرجع تاني على كليانت علشان عنده كام حاجه يخلصها وبعد كده هيرجع ويساعده. وبعدها بقى بيودعوا بعض وشين بياخد البنات وبيروح معاهم النقابه علشان يشوف مهمه تزيد من رتبتهم. فبيلاقوا بقى مهمه قتل غوبلين وبيقرروا ياخدوها، بس كوري بتطلب منهم انها تروح معاهم وتساعدهم يعني، وكده كده هي عندها مهمه هناك في الغابه. فبيوافقوا وبيقرروا انهم يساعدوها. وبعد ما بيخلصوا على كل الغوبلين بيروحوا بقى مع كوري، بيتاكدوا بعدها بقى ان الغابه اللي اتقتل فيها هو وجيراد رجعت كويسه. وبعدها بيرجعوا تاني على النقابه ياخدوا مكافئتهم، والموظفه بتدي لشين رساله جديده من فرع النقابه اللي في المملكه وبتكون جايه له من الزعيم، مضمونها ان القصر الملكي طالب مقابلته ولازم يروح لهم في اسرع وقت. فبعدها الواد بيروح يحكي لروز وتيرا وبيسالوهم عاوزينه ليه. بيقول لهم ان هو ما يعرفش، بس بعد كده بقى بيفتكر السيف اللي طار على القصر واللي عمله هناك يعني. فبيقول لهم انا شكلي كده عرفتهم عاوزيني ليه ولازم ناجل موضوع رتبه ده شويه. فبيقرروا انهم يروحوا معاه، بس كوري بتقول لهم انها مش هتقدر تيجي وعلشان كده الواد بيطمنها. وبعدها بيسالها على ابوها يعني علشان هو عاوز يديله حاجه كده. وهو بالفعل بيروح يقابله بالليل وبيديله قفازات جيراد وبيقول له ان جيراد هو اللي طلب منه ان اديها لك وانا غيرت اسم الملك بتاعها علشان تقدر تستخدمها. ولما بيلبسها بيحس بمدى الطاقه والقوه اللي فيها وبيتصدم، ولكن بعدها بقى بيشكره. تاني يوم بقى بيستخدموا حجر الانتقال وبيروحوا لمكان معبد القمر القديم. ولما شين بيفتح الخريطه بيلاقي ان في ناس في المكان بيراقبوهم. روز بقى بتقول له هما بيحسبوا ان معبد القمر هيظهر من تاني لان الناس نسيت من زمان انه كان ممكن يتنقل عادي. وبعد كده بقى بيطلع على النقابه وبيقابل الزعيم، بيكون معاه ساحر المملكه وبيكلم شين وبيقول له انت قلت انك ما تعرفش حاجه عن السيف اللي طار لحد القصر مش كده، بس انا بقى لما قيمت قوته عرفت انه متوافق مع حجر الوحش اللي انت قتلته. وهنا شين بقى بيعرف انه خلاص اتكشف ولازم يوضح لهم كل حاجه. الزعيم بقى بيقول له احنا ما قدرناش نخبي اسمك، بس لما الناس عرفت انك تبع معبد القمر الموضوع هدى. ولما الاميره الثانيه ريون قتلت وحش زي ده بالسيف المقدس بتاعك قدرت تهزمه بالعافيه، فقالت انك اكيد استخدمت كل قوتك ولكن يعني هي لسه عاوزه تقابلك. بعدها بقى شين بيروح يحكي لتيرا وروز واللي بيقولوا له انهم في الغالب عاوزين يجندوك لصالحهم او من الاخر يعني ممكن يجوزوك لواحده كده من النبلاء، بس طلوعك من الموضوع ده سهل. فبكل بساطه انت هتقول انك مش عاوز تتخلى عن فريقك وعلشان كده مش هيجندوك. وقول لهم يعني انك خاطب تيرا علشان ما تصيرش
تكترش الجدل، وبكده ما حدش هيجوزك لحد. وهو بالفعل تاني يوم بيلبس لبس رسمي وبيروح للمملكه، بيقابل ريون بقى اللي بتطلع له السيف وبتكلمه من الاخر، بتقول له انت شكلك واحد من المختارين، فعلشان كده انا عاوز اقتلك. المساعد بتاعها بيقول لها هو في اميره تطلب من شخص ان هو يتقاتل معاها، بتقول له ازاي هنختبر قوته من غير قتال، لازم نشوفه هيقدر على ايه. بعدها بقى بتاخد السيف وبتطلب منهم يتمشوا معاها، وعلى الناحيه التانيه بقى بنشوف الشخص ده وهو ماشي في القصر، بس بتظهر حاجه سودا كده من وراه وبتهجم عليه. نرجع تاني بقى لشين وريون اللي بيكونوا وصلوا عند حجر انتقال، بينتقلوا لساحه ضخمه كده وشين بيكون مستغرب منها، فريون بتقول له ان الساحه ديت معموله للمعارك بتاعه المختارين وبس، او ده اللي متعارف عليها لحد دلوقتي، احنا اصلا لحد النهارده ما نعرفش مين اللي بنى المكان ده. وبعدها بتخلي شين يختار السلاح، شين بقى بيختار سيف اي كلام كده علشان ما يتغباش عليها، اما ريون فبتختار سيف اكبر منها اصلا. وبعدها بتقول له ان المعركه هتقيس قوته، وريني اخرك يالا. الحارس بيعلن عن بدء القتال والاتنين بيهجموا على بعض بكل شراسه، ريون بقى بتعمل حركه خبيثه كده وبتستخدم رجليها وبترمي السيف، بس شين بيقدر يتفاداها بسهوله. بترجع تاني تاخد السيف وبتقول له انا ما كنتش متوقعه انك تقدر تفادي هجمتي، بس صدقني مش هتهاون معاك تاني. شين بقى ما كانش متوقع انها ممكن تعمل حاجه مجنونه زي كده، وبيقرر ان هو يخلي احصائياته مناسبه لاحصائياتها. بيستخدم بعدها مهاره الوميض، بس بتفاجئه هي كمان وبتقدر تستخدمها. بيهجم عليها ولكن البت مش سهله برضه، بتصدها وبتضربه ضربه حرفيا الارض بتنشق من قوتها. شين بيقول بقى مع نفسه انا لو ما كنتش خدت رد فعل سريع كان زماني ميت دلوقتي، بس ريون بتقول له شكل انا وانت شكل بعض في القوه. شين بقى علشان ينفد بجلده قال لها بما ان قوتنا متقاربه ايه رايك نوقف القتال لحد كده، وغير كده يعني ان سيوفنا خلاص جابت اخرها. بالفعل بقى البنت بتوافق. بعد كده بقى بتعرض عليه انه ينضم لجيش المملكه، بس هو بيرفض عرضها وبيقول لها انا عاوز افضل مغامر زي ما انا، فبتقول له خلاص انا مش هضغط عليك اكتر. بس بتكمل بقى وبتقول له ان بسبب السيف اللي رماه الناس اعتبروه مجرم وعاوزين يحبسوه، ولكن انا اعتبرت ان السيف ده هديه، هو الدنيا تمام، ولكن من عادتنا هنا ان لما الراجل يتقدم للست لازم يجيب لها سيف هديه علشان لو خانها تعمل معاك جلاسه. العاده دي بقى يا صديقي لو دخلت عندنا العالم سكان العالم هيقلوا للنص، ما علينا. المهم بيقول لها انه ما كانش قصده يعمل كده، بس هي بتكمل وبتقول له هي هتعتبره هديه، ولو حد سالها عن جواز هتقول له انها رفضت وخلاص، وبتطلب بقى انها تاخد السيف ده منه مقابل فلوس من خزينتها الشخصيه، والفلوس دي كفيله تعيشه ملك لحد لما احفاده يموتوا. بس هو بيرفض وبيطلب منها بدل الفلوس انه يدخل الاماكن المحظوره في المكتبه، فهي بتوافق. بعدها بقى بيرجعوا، بس لما بيرجعوا بيلاقوا ان جندي واقع على الارض. الراجل العجوز بقى بيوصلهم وبيلقي تعويذه على المكان، والحارس بيحاول يمنعه، بس خلاص التعويذه كانت اتفعلت. وشين بيلاحظ ان في حد مسيطر على العجوز ده، وفجاه هو وريون بينتقلوا لمكان تاني. ريون بقى بتكون عارفه المكان ده وبتقول له ان المكان ده هي المدينه المقدسه كالكا، بس ازاي وصلنا هنا؟ المفروض ان سحر الانتقال ده محظور ومفقود اصلا من عصر الرخاء، وازاي ساحر قوي زي الكاردينال جريل يتم السيطره عليه بالسهوله دي؟ شكلنا مش بنتعامل مع شخص عادي. شين بيسالها بقى اذا كان في مدينه قريبه من هنا، وفعلا بتقول له على اسمها. بيكلم روز وبيحكي لها بقى على كل اللي حصل، وروز بتقول له بس مهاره التحكم بالعقل ديت محظوره، حتى لو العائله الملكيه نفسها استخدمتها هيتحكم عليهم. قال لها بالظبط كده، شكل في حد بيسعى وراهم، انا اقدر اتنقل من هنا بحجر الانتقال بس لو ما كانش معايا الاميره، فعلشان كده هضطر اجي بالطرق العاديه. وبعد كده روز بتاخد تيرا علشان يروحوا على القصر، وبتحكي لها على كل اللي حصل. بتقول لها ان في الغالب اللي عمل كده شيطان، لان في الاساس اعدائهم هم الشياطين، وغير كده انه شيطان قوي جدا، بس لحد دلوقتي ما نعرفش ايه قوته. بس الشياطين اللي شكلها مقرب للبشر دول بيكونوا اقوياء جدا. بعدها بقى بيوصلوا عند القلعه، وروز بتستخدم على نفسها وعلى تيرا سحر الاختفاء لحد لما بيوصلوا عند السجن. بعدها بقى بتستخدم على الحراس تعويذه تنيمهم، وبتدخل للعجوز اللي بيقول لها انه مش فاكر اي حاجه عن اللي حصل، ولسه هتشيل التعويذه من عليه. بتلاقي اللي بيهجم عليها ايوه ده طلع شيطان زي ما هي كانت متوقعه، وشيطان من الدرجه الرابعه. روز بقى بتتفادى الضربه وبتقول له ياه اخيرا قابلت واحد منكم بعد 500 سنه. الشيطان هو كمان بيتعرف عليها وبيقول لها انت ليه بتحمي البشر؟ عصر البشر خلاص انتهى، والبشر السامين اللي كانوا بيخلصوا على عرق الشياطين هم كمان اختفوا، ايه رايك تنضم لينا؟ البنت بتقطع اطرافه كلها وبتقول له لا عمري ما هنضم ليكم لسببين. السبب الاول ان مش هخلي واحد بريء زي العجوز ده يتعاقب على حاجه ما عملهاش، والتاني ان لو سبتك عايش لحد دلوقتي فده هيكون عيب في حق معبد القمر. بيقول لها معبد القمر مش كده؟ كان في بشري سامي عايش هناك، مش ده سيدك اللي سابك واستغنى عنك؟ ليه لسه بتدافع عن المكان ده؟ انضم لينا. هنا روز بقى بتتعصب وبتخفي السيوف اللي كانت معاها، وبتقول له فعلا كلامك كله صح، بس للاسف جيت في الوقت الغلط. انا كنت ممكن اصدقك لو كنت جيت بدري شويه، ولكن انت اتاخرت يا باشا. بعدها بتطلع سيف القمر الازرق وفي لحظات بتخلص عليه، وبعدها بتروح للملك وبتعرفه على اللي حصل، وانه لازم يكون مجهز نفسه ومحافظ على المعلومات علشان الشعب ما يخافش. بتاخد تيرا بقى معاها علشان يروحوا للمدينه اللي شين قال لهم عليها، والدنيا بدات تبقى تمام. نسبقها احنا بقى ونروح لشين اللي كان بيفكر في طريقه يخرجوا بيها من المكان ده. ريون بتبدا بقى تعرفه عن المكان، وبتقول له ان المدن المقدسه كانت مدن قديمه وفي عصر الرخاء اتدمرت. انا اول مره اجي هنا، بس سمعت ان الوحوش اللي هنا قويه جدا، قويه لدرجه انها بتحتاج مختارين كتير علشان يقدروا يهزموا وحش واحد. شين بيقول لها احنا شكلنا هنحتاج اسلحه
مش كده؟ ردت عليه وقالت له ما تقلقش، لاننا لما اتنقلنا سيف الوحش هو كمان اتنقل معانا، انا كده مأمنه نفسي. المهم بتجولوا في المكان وريون بتعرفوا ان المكان فيه 4 بوابات للخروج، وجنب كل بوابه 4 بوابات، والبوابات ديت بيكون فيها المفاتيح اللي بتفتح الابواب الكبيره. بس شين بيفكر بره الصندوق وبيقرر انه ينط من فوق الاسوار، بس لما بيجي ينط بيلاقي نفسه رجع على الارض تاني، وساعتها بيستغرب من اللي بيحصل. بياخد ريون معاه بقى وبيقول لها الموضوع ماشي زي ما كانت اللعبه. بيروحوا بقى عند واحده من كرات دراجون بول وبيقول لها المكان ده عباره عن دماس، ولازم اننا نتبع الكره ديت ونتخلص من اي وحش يقابلنا علشان بس نقدر نخرج. وبالفعل اول لما بيتنقلوا بيلاقوا وحش من نوع الساحر قدامهم بيستخدم عليهم سحر الرياح وبيكون اعصار من حواليهم. شين بيقول لريون انها تهجم عليه وهو هيهتم بالاعصار ده، وهو بالفعل بيطلع سيفه وبضربه واحده بيبعد الاعصار. ريون هي كمان بتشتت الوحش، وشين هو كمان بيطلع سيف من تاني وبيخلص عليه. البنت بقى بتتفاجئ جاب سيف منين، ولكن هو بيقول لها انه دايما واخد احتياطاته معاه. بعدها بيقابلوا وحش سلايم وبشويه تعليمات من شين بيقدروا يخلصوا عليه. بس وهم ماشيين شين بيحس ان في حاجه بتسحبه، بس بيتجاهل الشعور ده لحد لما بيوصل للبوابه وبيحس ان الوحش بيسحبه ناحيته، ولكن الوحش بيضرب عليه بسحر التلج وشين بيقدر يتفاداه. وبيقول لريون انا هكون الطعم وهي هتخلص عليه، وبالفعل بيعملوا كده. بس الوحش راسه بتتجدد من جديد، فبيقول لها انه غالبا بيستخدم سحر معين والسحر ده هيكون في الباب الصغير. ريون فعلا بتروح تدور عليه، اما شين بيستخدم كل قوته وبيهجم عليه. بيفضل يجرب عليه كل ضرباته وتعويذاته، ونفس الشعور انه بيتسحب بيرجع له من تاني لحد لما بيقدر يهزمه بتاع 30 مره. والوحش اللي جواه بقى بيظهر بلوره، وشين لما بيضرب عليه بالسحر البلوره ديت بتسحب السحر، فبيقرر انه يختمه. ولكن بتكون ريون قدرت تتم مهمتها وفكت السحر ده، فشين بيروح يخلص عليه واخيرا بيطلعوا من المتاهه. بعدها بقى بيقعدوا يستريحوا وبيكون شين جايب معاه حاجات للتخييم. البنت بتتفاجئ، بس شين بيقول لها مش لازم الواحد يكون معاه احتياطاته. وفي اليوم بقى اللي بعده بيصحوا على صوت عالي جدا، بيكون صوت قطيع من الوحوش متجهين ناحيه مالفير المدينه اللي هم رايحينها، وموجه الوحوش ديت كفيله انها تدمر المدينه عن بكره ابيها. بيقرروا بقى انهم يروحوا هناك علشان ينقذوها، وبالفعل بيوصلوا وبيقرروا انهم يتفرقوا. ريون هتروح للحاكم تبلغه ان في موج وحوش جايه، وشين هيروح لنقابه المغامرين يبلغهم لانهم هيحتاجوا الجيش والمغامرين في المعركه دي. شين بيروح لزعيم النقابه وبيعرفوا ان في موجه وحوش جايه، بيطلع له بعدها توصيه معبد القمر علشان يصدقه، وفعلا زعيم النقابه بيوافق وبيقولوا انهم هيتصرفوا في اسرع وقت. بعدها بقى شين بيروح يتجول في المدينه، وهو بيتجول بيلمح شعار كده على محل، بيلاقي ان اسمه ارض المواء. بيحس ان المحل ده هو عارفه، بس بيجي له مكالمه من روز وبتقول له انها قربت توصل، فبيطلب منها انها تروح للنقابه وتعرف الزعيم انها تنضم لجيش الدفاع. بيسالها بعدها بقى عن اسم المحل ده، ولكن بتقول له انها ما تعرفوش، فبيكمل مشي. ولكن بيوقفوا الف عنده شعر اصفر وبيقول له اخيرا لقيتك، ما توقعتش انك تكون عايش ابدا. والالف ده هو واحد من الشخصيات الداعمه لواحد صاحب شين واسمه باري. وبعد كده بيقعدوا يتكلموا، وشين بيقول له انه هيساعدهم في الدفاع عن المدينه. باري بيقول له بس طالما ده فيضان انت كنت تقدر تخلص عليهم من قبل ما يجوا حتى. شين بيعرفه بقى ان ريون كانت معاه، وعلشان كده ما قدرش يستخدم قوته كامله علشان ما يلفتش الانظار اكتر من كده. وبعدها بيسالوا عن المتجر اللي كان موجود وهل يعرف حاجه عنه ولا لا، فبيقول له ايوه المتجر ده بتاع واحد من صحابك. الواد بيتفاجئ ازاي كده، انا كنت مفكر ان كل اللاعبين اختفوا وانا بس اللي فضلت. باري قال له لا، في لاعبين كتير لسه ما اختفوش، وفي منهم اللي هنا في المدينه، وانت المفروض تكون عارف حاجه شكل كده. وبعدها بيطلع له ورقه وبيديها له، والورقه ديت بيكون مكتوب فيها اسماء اللاعبين اللي لسه موجودين، ومش بس كده لا، ده كمان مكتوب فيها اسامي قتله اللاعبين. شين نظراته بتتغير وبيقول انا ما توقعتش انهم يبقوا موجودين، ليا اصحاب كتير ماتوا على ايديهم وانا عمري ما هسامحهم. باري بقى بيكمل كلامه وبيقول له ان من ساعه ما عرفنا ان في لاعبين لسه موجودين، روز هي اللي اصرت اننا ندور على قاتلي اللاعبين دول. انا عارف انها خبت عليك الكلام ده وانها كده تعتبر خاينه، بس اكيد روز عملت كده علشان ما تخلكش تقلق. وفي الليل بقى بيجي وقت المعركه، وروز بتروح تفعل هجوم ضخم جدا وبتخلص على الاف الوحوش في ثواني. وبعدها بيجي شين هو كمان وبيستخدم قوه كبيره وبيخلص على جزء كبير منهم، بس ما بيرضاش يستخدم قوته كامله علشان ما يلفتش الانظار. تيرايا كمان بتستخدم القوس بتاعها بعد ما شين طوره وبيضرب ضربه قويه جدا. وهنا بقى بيجي دور حراس المملكه اللي بداوا يقتلوا الوحوش ديت، بس في وحش كبير بيروح وبيهجم على ريون. البنت ما بتكونش قادره تعمل حاجه قدامه، بس فيلس بيوصل في اخر لحظه وبينقذها وبتتفاجئ من وجوده. فبيقول لها ان النقابه طلبت مننا الدعم، وغير كده ان ميلي طلبت منه انه يجوا يساعد المملكه دي، ومع بعض التعاون ما بينهم بينجحوا هما الاثنين يخلصوا على الوحش ده. هنا بقى شين بيقرر يخلص المعركه وبيلبس درع واقي من النار وبيطلع سلاحه الملعون، بيبعد الكل عن المكان وفي لحظه بيخلص على كل الوحوش. بس هل هي ديت النهايه؟ لا والله، في شيطان بقى بيظهر، والشيطان ده هو اللي كان عامل الفيضان. بيحاول يلعب بعقل شين ولكن ده بشري سامي، انت بتعمل ايه؟ شين بيستخدم كامل قوته وبيخلص عليه، وبكده قدروا ينتصروا في المعركه والدنيا اخر حلاوه. تاني يوم بقى المملكه بتقرر تعمل لهم احتفال شرفي، وروز بتروح لشين وتكلمه، بتعتذر له انها خبت عليه كل اللي باري قاله له، وبتبدا تعيط. بتقول له انا كنت خايفه لو قلت لك حاجه عن قاتلي اللاعبين ترجع نفس الشخص اللي كنت عليه، انا ما صدقت انك بقيت احسن من الاول، وعارفه اني ما اقدرش
اقدرش اخد مكانها، بس انا بحاول. شين بعدها بيتفاجئ من الكلام وبيحضنها وبيعتذر لها علشان حسسها بكل ده. بيقول لها انا كنت مبسوط انك كنت موجوده جنبي ومش هعاقبك على اي حاجه انت عملتيها. بعدها بقى بتساله اذا كان لسه بيحب مارين ولا لسه. تعابيره بتتغير كده وبيقول لها ايوه، المشاعر ديت عمرها ما هتتغير ناحيتها ابدا. روز بعدها بتقول له تمام فهمت، بس انا هفضل احبك دايما، وحتى لو رجعت العالم بتاعك انا عمري ما هستسلم. شين بيتفاجئ من اللي هي بتقوله اكتر، ولكن بعدها بقى بتعدي الايام. شين بقى بيفكر مع نفسه، بيقول لحد لما الاقي طريقه ارجع بيها العالم بتاعي انا هعيش هنا حياتي، ما اعرفش ايه اللي هيحصل ولا اعمل ايه مع قتيل اللاعبين، بس كل اللي اعرفه ان عندي ناس هنا بيحبوني ولازم افضل جنبهم. وبس كده الانمي بتاعنا بيخلص. لو عجبك بقى ما تنساش اللايك والاشتراك وتقول لي رايك عنه، ويلا يا عم سلام سلام سلام.